اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. طبعا زي ما شفنا كلنا الفدرال الامريكي كما كانت تشير التوقعات قرر ان هو يخفض الفايده ب 25 نقطه اساس، وبالتالي اول عمليه خفض الفائده الامريكيه منذ فتره طويله. بالنسبه لتحركات الاسواق ما نقدرش نقول ان الاسواق كان ليها تحركات كبيره مع القرار، لان بالفعل الاسواق كانت مسعره ده حتى من قبل صدور الاخبار دي يمكن بايام واسابيع زي ما اتكلمنا في فيديوهاتنا اللي قبل كده، لان دايما زي ما اتفقنا ما دامت هناك توقعات الاسواق بتبتدي تسعرها بشكل كبير حتى قبل صدور الاخبار، ومع صدور الاخبار ما بيكونش عندنا تحركات كبيره ما دام كان عندنا حاله من اليقين حول الاخبار اللي هيتم اصدارها، وبالتالي عمليه التسعير بالكامل بتكون حدثت قبل الاخبار، وده اللي حصل بالفعل. لكن الاجتماع ده كان عندنا فيه بعض النقاط الهامه، اهمها من وجهه نظري هي توقعات الفدرالي الامريكي بالنسبه للاقتصاد وبالنسبه لارقام الفائده تحديدا. الفدرالي الامريكي يفاجئ الاسواق بتوقعاته حول معدلات الفائده، انه حتى الان بيتوقع ان يتم تخفيض الفائده ب 50 نقطه اساس، او يكون عندنا خفض اخر ب 50 نقطه اساس خلال المتبقي من عام 2025، وخفض واحد للفائده خلال عام 2026، وده نوعا ما بيسرع من عمليات خفض الفائده. هي نفس الارقام تقريبا لكن مع تسريحها فقط، ان هيكون عندنا ايضا او هيكون عندنا 50 نقطه اساس خفض في عام 2025. اما توقعات الفدرالي بالنسبه لارقام التضخم فتوقع ان متوسط ارقام التضخم في العام الحالي تصل لمستويات ال3% وتبدا بالهبوط خلال الاعوام القادمه لتصل الى مستويات ال2.6%، وده اعتراف نوعا ما من الفدرالي الامريكي ان التضخم بالفعل ارتفع خلال الفترات الاخيره وما زال مرشح لبعض الزيادات خلال المتبقي من العام. وايضا اتكلم عن اخبار سوق العمل الامريكي، لكن الغريب ان الفدرالي الامريكي ركز فقط على معدلات البطاله، وقال ان معدلات البطاله ارتفعت بشكل طفيف، وبالتالي ما ركزش بصوره كبيره على معدلات التوظيف اللي كانت موجوده معانا في القطاع غير الزراعي خلال الفترات اللي فاتت، لكنه ركز بشكل اكبر على معدلات البطاله. كمان بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي او معدلات النمو، توقع الفدرالي الامريكي ان هي هتكون عند ال1.6% خلال العام الحالي وهتبتدي ترتفع خلال الاعوام القادمه. اما بالنسبه لحديث جيروم باول فما كانش عندنا ايضا في بعض التغيرات الكبيره، لكن خلونا نتكلم عن اهم النقاط اللي انا شايفها بالنسبه للتوقعات او بالنسبه لاجتماع الفائده. اول حاجه زي ما شفنا الاسواق ما سعرتش التحركات دي بصوره كبيره، يمكن اسواق الاسهم الامريكيه استفادت بشكل كبير جدا، لكن بعد القرار بشويه ابتدى يحصل بعض التراجعات. الذهب حصل عليه حاله من التذبذب ادت لتكون قمه تاريخيه جديده عند مستويات ال 3708، ثم عاد مرة تانية لمستويات التذبذب واغلق بالامس عند مستويات ال 3660 تقريبا، وبالتالي الذهب ايضا تذبذب بصورة كبيرة، لان من الطبيعي انه يحصل ده لان الاسواق مسعرة ده بشكل كبير. الفكرة بقى ان الفترة الجاية اعتقد ان اسواق الاسهم الامريكية هتبتدي ترتفع بوتيرة قوية. ليه؟ لان الفدرالي زي ما قلنا قال انه هيخفض الفايدة ب 50 نقطة اساس، ووضح لنا من خلال الاجتماع ده ان المهم في الفترة الجاية او التركيز بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة هتكون على سوق العمل الامريكي، لان ده هو اللي اتأثر بالفعل، ومن الواضح واللي تم تمريره الينا خلال المؤتمر الصحفي وخلال بيان الفائدة ان اعضاء الفدرالي الامريكي نوعا ما متوافقين مع ارقام التضخم الحالية وما عندهمش مشكلة فيها، وعلى يقين ان هي تنخفض الاعوام القادمة. فهم وضحوا لنا او حاولوا يمرروا في للاسواق ان هم ما عندهمش ازمه كبيره بالنسبه للتضخم، وانما التركيز على سوق العمل. وطبيعي جدا ان في حاله التركيز على سوق العمل واتباع سياسه تيسيريه تكون الايجابيه على اسواق الاسهم الامريكيه وتكون السلبيه على الدولار الامريكي، اللي اعتقد ان الدولار الامريكي هيستمر في الضعف بصوره كبيره. واعتقد ان الفدرالي الامريكي في الموقف ده هو اتخذ القرار السليم. الفدرالي الامريكي اولا قلل او هيقلل نوعا ما من الخلافات والضغط اللي بياتي من جانب دونالد ترامب على الفدرالي الامريكي. في نفس الوقت نقدر نقول انه اعطى حاله من الطمانينه للاسواق، ان انا مش هسيب اسواق العمل تتراجع بشكل قوي وهبتدي ادعمها وهخلي السياسه تيسيريه بشكل اكبر، وبالتالي دعم للاقتصاد اللي متوقع ان هو يتاثر بالتعريفات الجمركيه، وده بيعطي حاله من الطمانينه وبالتالي بيخلي اسواق الاسهم الامريكيه ترتفع، خاصه مع النتائج الايجابيه اللي بتشهدها الشركات الامريكيه. يمكن اقدر اقول ان الخاسر الاكبر
المحور من الاجتماع ده كان هو الدولار الامريكي اللي هتستمر تراجعاته الفتره الجايه، لان احنا من الواضح جدا ان احنا هنتبع سياسه تيسيريه قويه. وبالتالي اعتقد ان الاسواق نوعا ما هتشهد حاله من الهدوء خلال الفترات القادمه. حاله الهدوء دي ربما تنعكس بشكل سلبي شويه على تداولات الذهب، وبالتالي بالنسبه للثلاث نقاط الرئيسيه الاسهم الامريكيه اتوقع ان هي تستفيد بصوره جيده. الذهب اعتقد ان هو هيميل اكثر الى التذبذب وهتعود الاسهم الامريكيه هي الاكثر استفاده. اما بالنسبه للدولار الامريكي فاعتقد ان هو قد يتراجع بشكل كبير خلال الفترات القادمه. فدي ابرز الحاجات اللي كانت موجوده معانا في اجتماع الفيدرالي الامريكي، وهنكون موجودين معاكم بالمستجدات. احنا حاولنا ان احنا بنعمل فيديو مباشره بعد القرار، فبالتالي ممكن يكون عندنا مستجدات جديده نناقشها مع بعض ان شاء الله خلال فيديو التحليل الاسبوعي وخلال اجازه الاسواق واثناء تحليل التوقعات بالنسبه للاسبوع الجديد. اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.